فوز مهم جدا قبل التوقف الدولي وصدارة مؤقتة إلى أن يلعب برشلونة غدا قدام إشبيليا المنافس صعب جدا. واليوم فاز ريال مدريد على فيا ريال بثلاثة واحد. ريال مدريد في هذه المباراة بدأ الشوط الأول الريتم بطيء جدا. الشوط الأول كله كان رتم بطيء. الشوط الثاني من أول ما بدأ الشوط الثاني فينيسيوس سجل هدف، بعدين فينيسيوس سجل هدف عن طريق ضربة جزاء بعد ما سبب فيها. مبابي اعطاه ضربة جزاء. رجع امبابي بعد اسيست رائع جدا من البديل ابراهيم دياز وسجل الهدف الثالث، لكن طلع امبابي مصاب بعد هذه اللقطة. وهذا شيء كويس لانه شكله ما هيلعب مع المنتخب الفرنسي في التوقف الدولي وهيرتاح. هذا شيء كويس بالنسبة للمدريد. في المجمل الشوط الاول زي ما قلنا كان ريتم بطيء جدا. في الشوط الثاني ريال مدريد بدأ على الريتم والتبديلات كلها، اللعيبه كلهم ادوا اداء كبير جدا. بيلينغهام بدأ يرجع. رودريجو نتمنى انه ياخذ دقائق اخرى او دقائق اكثر طبعا. المهم الف مبروك مدريد.